فقالت فاطمة. وأرجو أن يكون هذا منهجا ما دمنا نحن الآن نحب فاطمة ونعظم فاطمة كلنا أهل السنة وغيرهم. فتقول فاطمة والله لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا. خرجه أبو يعلى بإسناد صحيح. شيخ المبارك ب20 ثانية حاول أن تختم بارك الله فيك. 20 ثانية معك بقى وقت الحلقة أزف. طيب. عموما يعني علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة علاقة رائعة جدا، وأنا أدعو كل الإخوة قراءة السنة النبوية في علاقتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، من المرح معها والسفر معها والمشي معها ودعوتها أيضا وسفره بها عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأمور. ويكفيها فخرا أن 16 آية تنزل في الثناء عليها وتبرئتها، هذا فخر لم ينله أحد في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى دعا في آخر آيات الإفك، دعا الناس وقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والدعوة من خلال هذه البرامج لكل من يمتهن مثل هذا الكلام الذي سيحاسبه عز وجل عليه في الدنيا والآخرة أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يفتح صفحة جديدة دون الخوف في مثل هذه الأمور التي لا تنفعه لا في الدنيا ولا في آخرته. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على تقواه وتوفيقه. آمين آمين آمين. الله يرضى عليكم. شكرا لك. الله خير. الله خير. شكرا لك شيخ علي. شيخ المبارك يعني ما بقي معنا في الحلقة إلا القليل. إن كان هناك متصلين يعني طيب. شيخ المبارك كنت يعني قبل أن نستلم الاتصالات ويدخلون كنت قد يعني لمحت لك لسؤال هو عن بعض المواقف التربوية التي نستفيد منها كلها وتستفيد منها المجتمعات الإسلامية من هذه المواقف التي حصلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. جميل. أنا سأذكر موقفا ليس لعائشة رضي الله تعالى عنها وإنما لعلي رضي الله تعالى عنه. وهو جرني إليه حقيقة كلام الأخ علي لما اتصلوا وذكر بأنهم يعني أن هناك أقوام يغلون في علي رضي الله تعالى عنه وهو لا يرضى مثل هذا الغلو. علي رضي الله تعالى عنه كان من أعظم الميزات التي يتميز بها القدرة على اتباع الحق لما تبين له والرجوع إليه. فنعلم أنه أول من أسلم من الغلمان فهو قد كان صغير السن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هو علي رضي الله تعالى عنه. ومع أن أباه كان كافرا وكان أبوه أيضا يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. يعني أبو طالب في شعره المشهور يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق لكنه لم يستطع أن يتخذ قرارا شجاعا بتغيير مذهبه بتغيير دينه مع أنه يعلم أن هذا حق. أما علي رضي الله تعالى عنه فهو على الرغم من صغر سنه إلا أنه لما تبين له الحق وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالدين الحق وبعث به وأنه كان على دين باطل من عبادة الأصنام والأوثان ضرب بتلك الأصنام والأوثان عرض الحائط واتبع المذهب الصحيح والدين الحق. فأنا أقول كذلك لكل من يحب علي رضي الله تعالى عنه. وأنا واثق حقيقة أن من يشاهدنا الآن أو قد يشاهدنا لاحقا من الشيعة يعني من عقلائهم ومثقفيهم أن العاقل لا ينبغي أن يقول إنا وجدنا أباءنا على أمه وإنا على أثارهم مقتدون أو مهتدون ويعلم أنه كما قال الله سبحانه وتعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأنا والله إني ناصح لهم وأنا أحب الخير للجميع. ولقد يعني أخذ الله تعالى الميثاق على الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأمر الله تعالى العباد برحمة الخلق. فأنا والله أقول من رحمتهم يعني الذي يقرأ مثل هذه الكتب المعتمدة والذي يسمع أحيانا مقاطع في الانترنت أو يرى أحيانا فضائيات ويرى أحيانا السب واللعنة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر وعمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقين له في حياته وهما رفيقان له بعد مماته ومع ذلك يأتي من يقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما اللهم لعنهما لعنا كبيرا إلى آخره. هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يده؟ عائشة يا أخي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عمرها 9 سنوات ورباها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تربية أبي بكر لها حتى وصل عمرها 9 تولى النبي صلى الله عليه وسلم تربيتها كزوجة ثم يأتون ويقدحون في عرضها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يربي. فأنا أعني بهذا حقيقة أن الأمر كبير. وأيضا
أنه ربما بالوقيعة في أمثال هؤلاء. حتى النصارى يا أخي الذين نأتي وندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم سماحة الإسلام، يقع أحدهم على كتاب يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إذا كان هذه تربية محمد صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه وهذه النتيجة من هذه التربية، فماذا نريد بهذا الدين؟ فأنا أدعو حقيقة كل من يراني الآن من شباب الشيعة ومن فتياتهم من رجالهم ونسائهم إلى أن يأخذ بالحق، وإذا أخذ بالحق واتبعه، فإن كان يخاف من أهله أن يضروه، خاصة البنات والشباب أن يضروه، لا يجب عليه أن يجهر بذلك. أنت اتبع الحق وأصلح عقيدتك في الله تعالى، وعقيدتك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلح عقيدتك في القرآن، أصلح عقيدتك في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الصحابة وأحب آل البيت في الوقت نفسه، اعتقد أن القرآن كامل، اعتقد أن آل البيت لا يتصفون بشيء من الصفات غير البشرية، فلا يعلمون الغيبة ولا يقدرون على الخلق ولا يسمعونك إذا دعوت وناديت وقلت أغثني يا حسين أغثني. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. أنت اعتقد العقيدة الصحيحة وإن لم تجهر لأهلك بذلك، استمر على العقيدة الصحيحة 4 سنوات 5 سنوات حتى ييسر الله تعالى لك الجهر بها، ثم ادعوهم إليها. نعم شيخ المبارك، بقي معنا تقريبا ما يقارب 6 دقائق أو 7 دقائق. عائشة رضي الله عنها أمي وأمك وأم المشاهدين جميعا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، تعرضت لهجمات كثيرة عبر التاريخ. ماذا ينبغي، يعني ما الواجب علينا الآن أن نفعل؟ وهذا السؤال يعني سأسألكم جميعا يا المشايخ الأفاضل، ما الواجب علينا أن نفعل الآن؟ إذا دعني الأخير في الإجابة وابدأ بالمشايخ. طيب قبل أن تبدأ معنا اتصال من سمو الأمير خالد بن طلال. السلام عليكم سمو الأمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سمو الأمير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الله يسلمكم، الواحد يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ثم أنا شخصيا أطلب المعذرة من الخلفاء الراشدين ومن عائشة رضي الله عنها بسبب عدم المشاركة خلال الشهرين اللي فاتت في الحملة الشرسة التي كانت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولو أن السبب كان بسبب خطأ فادح حصل مع الابن شفاه الله وعافاه خلال الشهرين اللي فاتت، مما سبب له نزيف وكاد أن يفقد حياته لولا تسخيم الله سبحانه وتعالى. ولو أن هذا عذر عقيم أعتبره بالدفاع عن عائشة رضي الله عنها، ولكن الحمد لله بشركم الأمور رجعت إلى أمور طيبة، ولكن ليس هذا عذر مقبول، ولا يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ثم الإسلام والمسلمين. ثانيا أنا أقول الله يسلمك، من تعدى على عائشة رضي الله عنها وحاولوا يبرئونها أو يبرئون هذا التعدي بعدم التربي عليها، كما سمعنا أو قرأنا من بعض الرافضة. نعم. الرافضة كبارهم والشيعة صغارهم الله أعلم. نعم. وكذلك من قال أنه يجب الدفاع لأنها تقرب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لذاتها. نعم. فهذا غير مقبول ومرفوض. نعم. فلعن الله عليهم بإذن الله. نعم. كبيرهم وصغيرهم. من تعدى على عائشة رضي الله عنها أو على ذات القرآن أو على ذات الله أو القرآن الكريم أو على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على أمهات المؤمنين أو على الخلفاء الراشدين وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قبل هذا. نعم صحيح. والأهم من هذا كله الله يسلمك، ماذا فعلنا؟ هل فعلا بلا شك أنتم يا قناة وصال وقناة الصفا وبعض القنوات اللي شاركتكم وكذلك المشايخ الأفاضل اللي معكم الآن الشيخ العيد الحنيني والشيخ عرب وغيرهم من المشايخ، لكن هل فعلا عملنا ما هو المفروض نفعله؟ هل فعلا قمنا بالواجب أم أن علينا عار أمام الله اللي قابلناه؟ أم علينا عار جميعا عندما نقابل الله سبحانه وتعالى يقول ماذا فعلتم تدافعون؟ نعم. فنحن جميعا نعلم أن لم نفعل ما لازم ما يجب أن نفعل. 12/5 الأبلينك عايز. فالله يسلمكم، أنا باختصار مفيد أقول أنه الحكومات والمسؤولين السياسيين والشرعيين جميعا يجب أن يقوموا بما عليهم نحو هذا التهجم على
على عائشة رضي الله عنها بأكثر مما حصل، لأن هذا لا يكفي، ودخول الأمور السياسية لا يكفي. أحسنت. فأنا أختصر الموضوع بهالكلمتين، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والمداخلات القادمة ستكون أقوى بإذن الله. جزاك الله خير. شكرا لك. الله يجزيك. بقي معنا 5 دقائق لننهي الحلقة. تفضل شيخي. أقول يعني كلمة مهمة جدا، هي نقاط خطورة الكلام الذي قرأته لنا من الكتاب. قدحوا في أنس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنها. تصور معي أن هؤلاء هم المكثرين من سنة من نقل لنا الدين أكثر من نقل أحاديث هؤلاء الثلاثة بالترتيب. وهذه القضية هي التي يؤكد عليها المستشرقون. المستشرقون معروفون، الذين درسوا علوم الشرق وهو عندنا المسلمين من الكفار من اليهود والنصارى، ثم بدأوا يطعنون. الثلاثة هؤلاء هم حطوا طعنهم حتى يسقطوا الدين. ما وجدوا بغيتهم إلا في كتب الرافضة الذين يقدحون في صحابة ويتكلمون من أصل واحد. نعم، ويقول هذا تراثكم. هذه النقطة الأخرى، أنا أوجه رسالة وهي فائدة تربوية مهمة. تفضل. إلى كل امرأة تكلم في عرضها بغير حق. نقول الذي يسليك ويصبرك أن أطهر امرأة تزوجها أطهر وأشرف رجل وهو صلى الله عليه وسلم قدح فيها. الله أكبر. وأبشري بنصر الله لك كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسل الله عز وجل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله عنها. وأيضا نقول لهم يعني إن هذا الأمر القبيح الذي يتناقل قد أدركنا علماءنا لما يقرؤون في صحيح البخاري حديث الإفك يبكون، والله ما يجرؤون أن يكملوه. وقد أدركنا الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا قرأ عليه من صحيح البخاري أو مسلم قصة الإفك يبكي ويقطع الدرس. وقد أدركتم مشايخنا غيرهم والله إنه يبكي حتى يبل الدمع حجره. شيخ لأن هذه قضية بقي معي دقيقة ونصف. تفضل شيخ ب 30 ثانية. أنا لعلي أختم بمقولة لابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يقول هي الصديقة بنت الصديق، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما، وقد حفظت عنه شيئا كثيرا، وعاشت بعده قريبا من 50 سنة. تقول ونقلت عنه من الأحكام والآداب الشيء الكثير، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها. وأخيرا عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. جزاك الله. الذي يحزن على عائشة هي أمه، والذي لا يحزن هي ليست أمه. شكرا لك شيخ محمد. ما هي دقيقة بعطيك منها 50 ثانية باخذ ال10. بارك الله فيك. أما أنا في حقيقة أريد أن أختمها بدعاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا طريقا إلى الحق وأن تثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك أن ترد جميع الشيعة إلى الحق. اللهم إنا نسألك أن تبصرهم بالخير. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا نحن وهم على عقيدة واحدة التي ترضاها يا رب العالمين، والتي عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم مشاهدين في منازلكم. نلتقي إن شاء الله في حلقات جديدة من برامج أخرى مماثلة إن شاء الله. كل الشكر لكم أنتم في منازلكم ولمشايخي الكرام هنا في الاستوديو. كان معكم محمد الحربي في بث مشترك مع قنوات لها منا كل الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.